في أحد أحياء باكستان الهادية كانت في بنت شابة وطيبة اسمها سناء يوسف، عمرها ما تعدى 17 سنة، وكانت تحب تشارك يومياتها على التيك توك. متابعينها تجاوزوا 800 ألف، وكل يعرفها بابتسامتها العفوية وحركاتها البريئة. لكن خلف الكواليس كانت سناء تعاني من شيء ما حد يعرفه. في شاب مهووس فيها وكان يرسل لها دائما ويحاول يتقرب منها، ومع الوقت صار يطلب منها ترتبط فيه. سناء كانت دائما ترفضه بأسلوب محترم وتقول لها أنا ماني مستعدة ومو مهتمة. الرفض تكرر أكثر من مرة، لكن الشاب هذا ما تقبل الواقع وبدأ ويقول لو ما كنتي لي ما راح تكوني لأحد. وفي يوم عيد ميلادها وهي خارجة من بيت أهلها ومروقة ومبسوطة، تفاجأت بالشاب هذا واقف قدامها، ما أعطاها فرصة لا للكلام ولا للهروب، وأطلق عليها النار قدام بيتهم والناس تصيح وتصرخ، والمشهد كان مؤلم جدا. سقطت سناء في لحظتها. الشرطة قبضت على القاتل بسرعة واعترف بكل شيء، وقال إنه الرفض جرحه وخلاه يفقد عقله. باكستان كلها صدمت من اللي صار، والناس على تيك توك سووا حملات تضامن وهاشتاجات تطالب بالعدالة لسناء. واليوم صار حسابها ذكرى مؤلمة وتذكرنا إن الشهرة ما تحمينا، وإن الهوس لما يتعدى حدوده يصير قاتل.